السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم امل من مطبخ امل الشيخ. النهاردة ان شاء الله وصفتنا مختلفة خالص زي الكوارع زي ما انتم شايفين كده. طبعا في ناس كتير قوي بتحب الكوارع وفي ناس كمان ما بتحبش الكوارع، بس صدقوني لما تجربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. وعملت معاه كده شوية رز كده وشوية فتة زي ما انتم شايفين كده. الجواب باين من عنوانه. اول حاجه دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نخش نشوف هنعمل ايه. معايا هنا ديت رجل يعني رجل واحده بس. الجزار طبعا لما بتجيبيها من عنده بيقطعهولك كذا قطعه زي ما انت عايزه. بعد كده بقى انا اهم حاجه عندي اللي انا اغسل الحاجات دي كويس جدا بالدقيق والليمون والملح كويس عشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره خالص. انا ما بحبش اي اكل يبقى ليه ريحه عامه، لانك كده كده لو شميتي له ريحه وحشه مش هتعرفي تاكليه. فانت لازم تنقعي الحاجه دي كويس جدا بالدقيق والليمون. انا جبت معايا كده 3 ليمونات زي ما انتم شايفين بعصرهم كويس عليها. ومعايا هنا حوالي معلقتين ملح و3 معالق كده كبار ولا 4 دقيق زي ما انتم شايفين كده. وهنزل كده الدقيق والملح عليه وابتدي ان انا يعني الكفتها كده بيها بالدقيق والملح والليمون كويس. ولو انت جايباها مثلا من بالليل حاولي تنقعيها، يعني مثلا يوم قبل، يعني بالليل وقومي الصبح اعملي اشتغلي فيها وكده. ما عندكيش وقت وجايباها لسه مثلا وتعمليها النهارده، انقعيها ساعه ولا حاجه وكتري الدقيق والليمون شويه. انا ما بحبش انقع غير بدقيق وليمون وملح. ما بعملش بملح وسكر زي ما الناس بتعمل كده، مش هيشيل الزفاره. دي احلى طريقه يعني كده. فانا بيتها في التلاجة يوم، نزلت ميه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان بقى نغسلها كويس جدا، نشطفيها كويس قوي تحت الحوض كده عشان ما يبقاش فيها دقيق ولا ليمون ولا اي حاجه. غسلتها كده زي ما انتم شايفين شكلها بقى جميل جدا، واي حاجه فيها بقى زفاره ما عادش ليها اي ريحه خالص، بقت ريحتها زي الفل. الكوارع على فكره يعني ناس كتير قوي مش بتحب تعملها، بس صدقوني لما تجربوها بالطريقه ان شاء الله ده هتعجبكم جدا. جبت بقى حله فيها ميه مغليه وهنزل بيها في الكوارع يعني كده زي ما انتم شايفين. بس انا هرمي الميه دي دلوقتي يا دوبك بس تغلي غلوه تشيل الزفره اللي فيها والرغاوه اللي بتطلع على الوش ديت، وهرمي الميه ونشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. انا بسقطها كده. انتي بقى حاولي لو انتي عايزه تقطعيه الجزار حسب يعني زي ما انتي عايزه هو يقطعه لك، هو اللي بيقطع، لانك انتي مش هتعرفي تقطعيه في البيت ابدا. كده شوفوا لما غليت معايا طلعت رغاوي ازاي. فانتي عشان تشربي شويه شوربه حلوه حلوين يعني وكده منها، ارمي الميه دي وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا جبت كده بصلايه قطعتها حلقات زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها شويه زيت. وهجيب الكوارع بتاعتي، طبعا انا بعد ما صفيتها من الميه غسلتها كمان عشان ما يبقاش فيها ريم ولا اي حاجه. وهنزل بيها حالا كده زي ما انتم شايفين في قلب الحله. طريقتها سهله خالص ان شاء الله تعجبكم باذن الله يا حبايبي. كده انا بنزل بيها كويس في قلب الحله. حاولت لما تيجي تسويها سواش في حاجه ألمونيا ولا يعني حله تكون ما يعني مثلا يعني تيفال. لو عندك الحله الضغط سويها فيه، انا ما عنديش فتكون حله مثلا ما تكونش يعني ألمونيا وكده عشان بس بتزرق الحله جامد. شوفوا الطول معايا بقى هنا حبهان وفلفل اسمر وقرنفل وورق لوري ومستكه زي ما انتم شايفين كده. لازم التوابل الحلوه ديت عشان تشيل معاكي اي ريحه كده وتبقى ريحتها جميله جدا وتعمل شوربه معاكي حلوه يعني وكده. شوحتها لمده 10 دقايق زي ما انتم شايفين كده. وقرفه طبعا لازم قرفه عشان ريحتها تبقى حلوه كده وتشربي شويه شوربه حلوين. ونزلتك بعد كده بالميه المغليه وهي كده حاليا بتغلي. بحط شويه سكر عشان تساعد على السوا. حطيت كده حوالي نص معلقه زي ما انتم شايفين كده. وهي كده سبتها. بصوا اهم حاجه في الكوارع ان انت ما تركيش كل شويه تفتحي فيها، سيبيها لمده ساعه كده او ساعه ونص. ما تفتحيش عليها وغطيها كويس جدا وما تخليش البخار يطلع منها عشان تستوي على طول. تعالوا بقى نعمل لها كده تتبيله حلوه نحطيها فيها. اول حاجه معايا هنا فصين من الثوم كبار كده حوالي 3 فصوص وبصلايه مبشوره. ونزلت كده في الحله وحطيت شويه زيت لحد ما كده ما دبلت معايا اصفرت. هجيب بس معلقه كزبره ناشفه احطها كمان كده مع الثوم والبصل تدي ريحه حلوه. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي ان شاء الله باذن الله تعجبكم. ان عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بعمله. وان شاء الله يا رب تعجبكم كده. انا بحبكم جدا ويا رب كل وصفاتي باذن الله تعجبكم. نزلت كده بعصير الطماطم زي ما انتم شايفين. وهي كده اتسبكت معايا. هبتدي ان اجيب الكوارع بتاعتي وانزل بيها في الصلصه كده.
انتي ممكن، انا خدت نص الكميه يعني حوالي مثلا لا 3/4 الكميه، نزلت بيها كده وسبت كده قطعتين في الشوربه، يعني اللي عايز ياكل من دي واللي عايز ياكل من دي كده. تعالوا بقى ما نحط لها كده ايه قرن فلفل حراق وبصلتين كده زي ما انتم شايفين كده، قطعهم مش كبير يعني، حوالي كده ايه البصلايه كده قطعها 4 او 2، وقلبي كويس فيها. وتعالى ما نحط لها التوابل برضو بتاعتها، ان شاء الله كده هتاكلي طاجن كوارع جميل جدا باذن الله. انا عن نفسي ما كنتش بحبها، بس لما عملتها المره دي كلتها لقيتها طعمها جميل جدا. حطيت انا ملح وفلفل وكزبره ناشفه وسبع بهارات زي ما انتم شايفين كده، وهقلب بقى كويس وهسيبها تغلي مده 10 دقايق. ونجيب سرفيس بقى كده او طاجن عندك او اي حاجه متوفره عندك، ونحط فيه الكوارع بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وحطيت كمان قرن فلفل كده زي ما انتم شايفين من فوق يدي منظر حلو كده، وادخلها الفرن على ما تنحمر بقى. على ما نشوف نعمل شويه رز بشعريه كده. جبت معلقه زبده وحطيت زيت، انا مش بشتغل غير بزبده فلاحي، بسيحه كده على سمنه وبشتغل بيها يعني وكده في كل الرز وفي كل اكلاتي بتبقى طعمها حلو جدا. نزلت كده ايه بشويه شعريه، حوالي كوبايه شعريه كده هتتحمر معايا، وابتدي ان احط كده معلقه ملح زي ما انتم شايفين، وانزل بالرز بتاعي. الرز بتاعك عايزاه يبقى مفلفل، شوحي الرز كده والشعريه مع بعض. لما الشعريه تتحمر هتلاقي معاكي الرز مفلفل جدا. واهم حاجه الشعريه عشان تاخد لون حلو، زودي السمنه والزيت عشان تدي معاكي لون حلو كده زي ما انتم شايفين كده. الرز هتشوفوا حالا دلوقتي هتلاقيه مفلفل جدا، شايفين شكله جميل جدا، حبيته مفلفله خالص وزي الفل. تعالوا بقى إيه نغرف اكلنا ونشوف اكلنا بعد ما خلصنا. شايفين شكل الكوارع بتاعتنا جميله جدا تحفه والله العظيم، كانت في منتهى الجمال. وانا سبت زي ما قلت لكم كده قطعتين في الشوربه وكده، وعملت طبق السلطه كده زي ما انتم شايفين شكله جميل ازاي. والرز بتاعنا وعملت الفته كده حطها حوالين الرز كده، شايفين. لازم برضو تهتمي بالتقديم بتاعك، مش مثلا يعني تحطي كده، لا اهتمي بالتقديم وحطي الحاجه كده في اطباق حلو عشان ايه اللي يشوف الاكل وكده يفتح شكله، يبقى يفتح النفس ويعرف ياكل كويس كده. خلاص يا رب كده تكون عجبكم طريقه الكوارع. ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد انا بنزله. واسيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه حبايبي.